جون ادوارد هرب. جون ادوارد هرب. مش لاقيين جون ادوارد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اصدقاء من الدرجه الثالثه، يا صباح الفل عليكم. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله. جون ادوارد هرب. كل الناس صحيت على خبر جون ادوارد فين. جون ادوارد فين؟ مش لاقيين جون ادوارد. طيب. حسين لبيب، او الكابتن حسين لبيب، والكابتن هاني شكري، والكابتن احمد سليمان، والاستاذ حسام المندوب رافضين شركه الكوره. يا ترى ليه رافضين شركه الكوره؟ وجمهور الزمالك، جمهور الزمالك وشركه فودافون، ازاي عقد رعايه النادي الاهلي بكام مليار والزمالك ملوش عقود؟ بصراحه انا واحد من الناس كنت متفائل بجون ادوارد. جون ادوارد لما جه الزمالك، انا عارف ان هو راجل كويس جدا، راجل عنده علاقات كتيره جدا بره مصر، فهيقدر يفيد الفريق اللي هو ماسكه. ولكن كان في حاجه كده حصلت، وقلنا ساعتها ان الراجل ده ممكن يعمل مشاكل لنادي الزمالك، وفي ناس كتير قوي كدبتنا فيها. احنا قلنا ان الراجل ده سمسار، سمسار سمسار كروي، بمعنى اللي هو انا هجيب لعيب بقد كده، هاخد منه او هاخد في اللعيب ده قد كده، اللاعب اللي هيحترف هيطلع بقى قد كده، هاخد منه قد كده. وده قلنا ساعتها انه ما ينفعش يحصل الكلام ده. انت جاي براتب، مالكش دعوه اللاعب هيروح بكام ولا هيمشي بكام. فمن يوم ما حصل الكلام ده وكل الدنيا عارفاه، قلنا ان الراجل ده ممكن يعمل مشكله لنادي الزمالك. وفعلا الشهر اللي فات او من اسبوعين ثلاثه اقترح على نادي الزمالك ان شركه الكوره هنجيب ليها مستثمر اماراتي بدون ذكر اسامي، هيدفع 3 مليار وياخد النسبه الاكبر في شركه الكوره. طبعا كانوا هيوافقوا، ولكن لما لقوا الدنيا هاجت عليهم فقالوا لا. عشان يطفشوا المستثمر فقالوا ايه، نزود الفلوس شويه. وافق، قال لهم 5 مليار، ولكن طبعا لقوا الدنيا مش على احسن حال، فقالوا لا خلاص احنا رافضين الكلام ده. فالراجل جون ادوارد قال لهم خلاص وفروا لي 6 شهور للمدرب واللعيبه قبل اي حاجه. دي كانت نقطه الخلاف اللي بين مجلس الاداره وجون ادوارد. طبعا مجلس الاداره قال له مفيش فلوس، المدرب هيجي ونتفق، مفيش حاجه اسمها 6 شهور قدام، اللعيبه هنتفق معاها وهنجدول فلوسها. قال لهم لا اللعيبه ولا المدرب هيبداوا الا لما الفلوس تكون موجوده. وفعلا لحد النهارده مفيش فتره اعداد بدات، ودي كارثه على نادي الزمالك مش هيحسوا بيها الا في بدايه الدوري. اصابات بقى، مشاكل، خلافات، اصل مفيش فلوس وكمان مفيش فتره اعداد، فالدنيا هتولع. فاكتر 4 كانوا معترضين على فكره المستثمر هو الكابتن حسين لبيب، والاستاذ هاني شكري، والكابتن احمد سليمان والاستاذ حسام المندوب. دول تقايل في نادي الزمالك، فجمعوا الاعضاء وقالوا لهم ان في مشاكل كتير هتحصل لو حصل الكلام ده. وبالفعل ما ينفعش مدير شركة الكرة تتعمل وتتباع لمستثمر ليه النسبة الأكبر يتحكم في نادي الزمالك. ما أعتقدش إن الكلام دوت يحصل، ولكن لو ما كانش حصل الفيلم ده كله كان هيدوها للمستثمر. فجون ادوارد قال لهم لا خلاص، أنا مش هكمل، أنا ليا فلوس عندكم واللعيبة ليها فلوس عندكم، هستأذنكم أنا هقدم استقالتي وامشي. وفعلا صحينا لقينا الزمالك نزل بيان. الزمالك عمال ينزل في بيانات بيانات بيانات، معرفش هو فرحان بس ان هو عمال ينزل في بيانات. ولقينا الراجل مشي. جون ادوارد على ما اعتقد ان هو هيتجه للمحكمة عشان ليه فلوس، وفي حوالي مثلا 6 7 لعيبة في نادي الزمالك
تابعين لجون ادوارد، ممكن هو كمان يقول لهم عايزين فلوسكم، اتفضلوا روحوا المحكمة الدولية وهتاخدوا اضعاف اضعافها. طيب، الحاجة التانية، جمهور الزمالك وفودافون. جمهور الزمالك من ساعة ما النادي الاهلي خد الرعاية الضخمة دي اللي هي 170 مليون دولار، ازاي؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش. ازاي النادي الاهلي ياخد رعاية بالعقد بالرقم ده، ونادي الزمالك ده بطل الدوري؟ بطل الدوري لازم ياخد كل حاجة، بطل الدوري لازم يكتسح كل حاجة. يا جماعة، هي مش ببطل الدوري، هو مش بسنة واحدة خدنا فيها بطولة خلاص يبقى احنا نعمل كل حاجة. لا، انتوا مش فاهمين يبقى نفهمكم. يعني انتوا لو مش فاهمين احنا نفهمكم. والموضوع مش بسنة ولا بسنتين ولا بثلاثة، الموضوع بسنين طويلة جدا جدا جدا. عشان كده فودافون خدت حق رعاية النادي الاهلي. فجمهور الزمالك قالك لا، خلاص طالما فودافون بقت هي الراعي، احنا نغير الخطوط. الزمالك عمال يغير في الخطوط طول ما عقد الرعاية بعيد عنه. اتصالات مرة، فودافون مرة، اورنج مرة، وهكذا. نادي الزمالك لو عايز فعلا رعاية كويسة، الفريق يفضل زي ما هو يكسب، كسب البطولة اهو، ربنا نفخ في صورته، فخلاص يكمل داخل دوري ابطال افريقيا، ربنا يستر وما يخرجش من دوري المجموعات كالعادة، يكمل يوصل لسيمي فاينال، يوصل للنهائي، ياخد البطولة. مش حرام، مش عيب لما على فكرة تاخد البطولة، ولكن انا استبعد الكلام ده خالص عشان الزمالك عنده كوارث، بمعنى الكلمة عنده كوارث. ولكن فوزه ببطولة الدوري غطى على 80-90% من الكوارث اللي عنده. ولكن الموضوع بتاع جون اودوارد دوت هيفتح كلام كتير جدا جدا، ولحد دلوقتي لا في مدرب ولا في لعيبه جت، وكمان بيزيرا مش عايز يجي ومش عايز يرد على تليفوناتهم. هنشوف الفتره اللي جايه هيحصل ايه. نتمنى النادي الاهلي يكمل ويدخل الكونفدراليه ويكسب ان شاء الله الكونفدراليه، وباذن الله نلعب سوبر افريقي ونكسب السوبر الافريقي ويرجع الاهلي بتاع زمان. طولت على حضراتكم، شكرا لحضراتكم. ما تنسوش اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها. السلام عليكم.